هاي اصحابي، جايبه لكم بقى النهارده اول سلسله من سلاسل نقانق الدايت. سامعين بقى صوت القرمشه خطير؟ هعمل لكم الحمص بطريقه حلوه جدا وننقنق في حاجه سوبر هيلثي. اول حاجه هحتاج ان انا اجيب الحمص، هكون سلقاه قبلها بفتره. طبعا تسلقوه عادي بالطريقه العاديه، نسلقه ونسيبه بقى يرتاح وبعدين نستخدمه ان احنا نعمله كراكرز. بجد خطير. هبدا اول حاجه اجيب كميه الحمص اللي احنا عايزينها. ميزه السلسله دي اللي هعمل لكم كمان حاجات ممكن نستخدمها بكميات على قدنا بالظبط، مش لازم نعمل منها كميه كبيره. هنزل بقى بالتوابل، هحط هنا الاول الملح. حطوا بقى الكميه اللي انتوا حابينها، لو عايزين حاجه حادقه قوي زودوا ملح، ولو عايزينها متوسطه انا بحط رشه بسيطه قوي. وبعدين هنزل بقى عليه بالبابريكا، واحط له كمان التوابل. انا بحب احط عليه الكمون قوي، علشان كمان الناس اللي هتبقى حابه حمص الشام بيبقى طبعا الكمون حاجه اساسيه، فبيبقى طعمه لذيذ قوي. وهحط عليه كمان شويه من الثوم البودر. وبعدين هابدأ بقى إن أنا أعمل ميكس الحاجات دي كلها، بس حبيت أحط كمان زعتر لبناني. كل المكونات دي بقى تقدروا تلعبوا فيها، بس أنا أكتر حاجة أساسية كانت الملح والكمون. الباقي بقى اختياري، لو انتوا حابين تحطوه حطوه، مش حابين ممكن تلعبوا بيه بأي طريقة تانية. هبدأ بعدين بقى بعد ما حطيت كل التوابل أحط رشة بسيطة قوي من زيت الزيتون أو من أي نوع زيت انتوا حابينه. وأبدأ بقى أعمل ميكس للكلام ده كله مع بعض. ممكن تحطوا التوابل دي برضو بعد ما تطلعوه من الاير فراير او من الفرن، بحيث ان هي ما تتحرقش، لان هي بتاخد لسعه بسيطه كده. فلو حابين ان هي ما يكونش فيه اللسعه دي، ممكن تحطوه الاول بشويه زيت صغيره، ولما يطلع تحطوا له بقى التوابل دي كلها. بعدين هنا بعد ما عملت له ميكس كله مع بعض، هجيب بقى الاير فراير بتاعتي وابدا ان انا ادخله كده فيها. تقدروا تستخدموا الفرن عادي، انا هنا حطيت ورق زبده، بس الصراحه في نص السوا حسيت ان ورق الزبده مش مخليه يستوي كويس فشلته وحطيته دايركت على الاير فراير. تقدروا تستخدموا الفرن عادي على درجة حرارة 180، وبياخد تقريبا كده نص ساعة. حطيته في الاير فراير برضو على درجة حرارة 180، اخد من 20 دقيقة ل 25 دقيقة. بصوا مقرمش وخطير، لازم تجربوه. واستنوني بقى في السلسلة اللي جاية من سلاسل نقانق دايت، هنشوف بقى مخبيالنا ايه. وبس كده، بالهنا والشفا، واشوفكم في وصفة تانية. باي.